طول ما انت ماشي في الثانويه العامه كل لحظه بالنسبه ليك هتبقى مهمه، وكل ما السنه تتقدم بيك هتعرف ان الوقت اهميته بتزيد معاك، لحد ما هيكون اكتر وقت مهم بالنسبه ليك فعلا هو الوقت اللي انت هتكون فيه جوه لجنه الامتحان نفسها. الوقت ده حرفيا كل ثانيه هتفرق معاك. تاني اهم وقت بعد الوقت ده هيكون الوقت اللي انت هتكون فيه ليالي الامتحان نفسها. تالت اهم وقت هم ال 16 يوم اللي قبل اول امتحان في الثانويه عامه. 16 يوم دول انا كنت عامل فيهم جدول همشي عليه، 6 ايام هكمل زي ما انا في الجدول اللي انا كنت ماشي عليه، 4 ايام هراجع الاحياء لانها هتكون اخر ماده واضمن ان انا ما انساهاش، والست ايام الاخرانيين هراجع العربي عشان هو هيكون اول ماده امتحانها. الفكره بقى اللي انا عايز اقولها لك ان الموضوع ما مشيش زي ما انا عايز، لاني اكتشفت ان فجاه زمايلي بيقولوا لي ان احنا محتاجين ننزل المدرسه عشان نمتحن 4 مواد انا ما اعرفش عنهم حاجه، تربيه وطنيه ودين واحصاء واقتصاد. انا كان كل اللي شاغل دماغي وهممني ان انا هنزل مخصوص وهضيع وقت في النزول، وفاكر الموضوع روتيني هروح اكتب اسمي وارجع بس امتحان العاب. هو طلع الموضوع مش كده خالص، وان انت لازم تجيب درجه نجاح في كل ماده، والموضوع مش بالبساطه اللي انا كنت متخيلها. هو في نفس الوقت ما كانش اصعب حاجه، يعني مثلا ماده زي الدين انا قلت يعني هم مش هيخرجوا بره الاسلام، فمجرد ان انت عندك ثقافه دينيه فكفايه، وما ذاكرتش، وفعلا الامتحان كان مجرد ثقافه دينيه مش اكتر، وتقدر تعديه عادي جدا. لكن الاحصاء والاقتصاد ما كانوش بنفس الموضوع ده، يعني ما تقدرش تعديهم لو انت مش مذاكرهم، ما بيمشوش بالسنس والاحساس كده، او على الاقل كل 6 اسئله ممكن سؤال واحد بس فيهم هو اللي يمشي بالاحساس كده. الفكره اللي انا عايز اقولها لك ان الفتره بتاعت اخر 16 يوم دي انت هتبقى حاطط جدول فيهم، وعارف انت كل يوم هتعمل فيه ايه وازاي، حتى لو انت من الشخصيات اللي ما بتعملش جداول، الايام دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه ليك. ففكره انك تيجي فجاه تلاقي فيه دروب ان انت محتاج تذاكر 4 مواد وتجيب درجه نجاح، ده غير ان الموضوع ده بيأثر على نفسيتك جدا، والدول بالنسبه ليك هيبقوا اول افتتاح على امتحانات الثانويه العامه. لو رحت امتحنت ولقيت نفسك مش مستريح ومش حالل كويس ومش عارف ايه، عايز تغش من اللي حواليك، الموضوع ده هيبقى مؤثر جدا على نفسيتك في الامتحانات الاساسيه اللي هي هتكون بتضاف للمجموع فعلا. فعشان كده اللي انا جاي اقوله لك بس، ومش عايز اضيع لك وقت كتير، يا ريت تعمل جدول او على الاقل كل اسبوع تذاكر ولو ساعه واحده ماده منهم وتخلصها، عشان لما يجي عليك الفتره الاخيره دي ما تلاقيش نفسك مضطر تسيب المواد الاساسيه اللي زي العربي، او تكون محتاج تراجع فيزياء وكيمياء والحاجات دي، تلاقي نفسك سايب الحاجات دي وقاعد بتراجع ماده ملهاش لازمه زي الاحصاء والاقتصاد والكلام الفاضي ده. عشان اساعدك واوفر عليك، انا عن نفسي لميتهم بان انا قعدت اسمع لكل واحده فيهم فيديو. يعني مثلا الاحصاء دي انا كل اللي انا عملته فيها سمعت لها فيديو كان مدته 4 ساعات، سمعته في 2، الفيديو ده فرق معايا جدا. وكذلك الاقتصاد والمواد دي كلهم ليهم فيديوهات ممكن تسمعها ليهم، هتفرق معاك جدا وهتوفر عليك وقت كبير. حاجه اخيره عايز اقولها لك كدكتور صيدلي، ربنا يوفقك ويعينكم الفتره دي.